لو عايزه تفطمي ابنك، فاهم نصيحه لازم اقولها لك انك تعملي كده واحده واحده، عشان اللبن ما يتجمعش في صدرك وما تحسيش بألم ولا باحتقان. وفي بعض المشاكل بتحصل اثناء الفطام، وانا هقول لك ازاي تتعاملي معاها. واول مشكله هي مشكله تحجر الصدر. بتحس بحاجه مكلكعه جوه صدرك، واحيانا بتعمل ورم وتحجر في الصدر، وساعات بيتطور الامر لسخونيه ووجع في الجسم كله. وعشان تتعاملي مع المشكله دي هتاخدي البروفين 400 مللي جرام 3 مرات في اليوم بعد الاكل، مع الاوجمانتين 1 جرام، قرص بعد الفطار وقرص بعد العشاء، ودول لمده 3 ايام وهتحس بالفرق. واما تاني مشكله هي مشكله تشقق حلبة الصدر، وبنتعامل معاها بجل الصبار بتدهنيه مرتين في اليوم على حلبة الصدر. وتالت مشكله هي مشكله تنشيف اللبن. بعض الستات اللبن مش بينشف عندهم بسرعه، وساعتها الدكتور بيكتب لك على الدوستنكس، ودي علبه جواها قرصين متقسمين، بتاخدي منها نص قرص كل 3 ايام لحد ما تخلصيه، وده هينشف لك اللبن. واحيانا الدكتور بيكتب لك جرعات تانية، زي انك تاخدي قرص النهارده وقرص بكره، او قرصين في يوم واحد، كل ده حسب ارشادات الطبيب. واخر مشكله ان الطفل بيبدا يصعب عليك، ودي هتتعاملي معاها بالنصيحه اللي قلتها لك في اول الفيديو.